فانت بتوصل رساله سلبيه جدا لمراتك ورساله ايجابيه جدا للست التانيه اللي انت المفروض شلتها من حساباتك وخلاص نهيت علاقتك معاها. تعال اقول لك بقى ايه المحرك الاساسي اللي بيخليك تدي رد الفعل ده، وايه الفكره اللي مسيطره عليك وعشان كده انت بتتصرف بالطريقه دي. انت بتقول لنفسك انا راجل قوي، انا راجل جامد، انا خلاص غلطه وعدت، وانا لو عاوز اعمل حاجه انا هعملها، لكن انا خلاص اتعلمت من الخطا ده وعمري ما هعمل كده تاني. مش واخد بالك ان سبحان الله اي ست لو حطت في دماغها اي راجل، صدقني صدقني المعركه محسومه لصالح الست. مش عشان حضرتك راجل ضعيف لا قدر الله او اي حاجه، بس لا، هو سبحان الله هي الست عندها القدره ان هي تعرف مفاتيح الراجل اللي قدامها وتخش له كويس جدا. ثم دي ست انت ضعفت قدامها قبل كده، يبقى ليه تسيب الباب متوارب؟ ليه تسمح لرياح وعواصف واعاصير انها تخش حياتك تاني وما انتش ضامن المره الجايه لا قدر الله لو ضعفت وانت مش قاصد برضه رد الفعل هيكون فيه ايه، ومراتك هتسامحك وترجع بيتك تاني ولا لا؟ فانا وضحت لك الرسائل اللي انت بتوصلها، ووضحت لك الفكره اللي مسيطره عليك، ويا رب اكون ساعدتك، واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.